رسميا المدرب الإسباني تشافي ألونسو كيعلن على الرحيل ديالو من تدريب نادي باير ليفركوزن الألماني، النادي اللي برز فيه تشافي ألونسو وحقق معاه المجد وكذلك تحقيق أول لقب دوري في تاريخ النادي، بل هذا اللقب كان هو الدوري الذهبي بدون هزيمة، الشيء اللي خلى ألونسو يكون مطلوب في العديد من الأندية الأوروبية في مقدمتها نادي ريال مدريد النادي العريق الإسباني، خصوصا وأن النادي المدريدي كيعاني هذا الموسم بالخروج من جميع المسابقات، وكذلك رحيل المرتقب للعراب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، فبالتالي الريال مطالب بإيجاد مدرب فوري وتنافسي وتكتيكي باش يرجع الهيبة للنادي الملكي، وهذه الشروط كلها كاينة في مدرب تشافي ألونسو، خصوصا وأن تشافي كان لاعب سابق في ريال مدريد. في نظركم واش ألونسو غادي يكون هو خليفة كارلو أنشيلوتي في بنك سانتياغو برنابيو، أو أن المدرب غادي يفاجئ الجميع لوجهة أخرى مجهولة؟